السلام عليكم. فيديو اليوم التلات 12/9/2023. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن اسعار الرز الشعير والابيض والمخلفات على اول اليوم. طبعا احنا في موسم الرز والعرض قليل في الرز. بقاله دلوقتي 4 ايام او 5 ايام العرض قليل في السوق، ده طبعا بيؤدي الى ارتفاع اسعار الرز الشعير بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب على الشعير، على الرز الشعير. في طلب على الرز الشعير وفي قلة عرض. ده طبعا اللي في السوق دلوقتي. قلة العرض دي نتيجة ان الفلاح بيبيع على قد احتياجه فقط لا غير. طيب الطلب والعرض في السوق في الموسم عشان الناس تبقى واخدة بالها، عشان ما ترجعش حد يقول احنا ما وضحناش حاجة. الطلب والعرض في الموسم ممكن في ساعة او في يوم يزيد او يقل، يعني على حسب. احنا دلوقتي في موسم، فجأة ممكن تلاقي العرض زاد وفجأة ممكن تلاقي العرض قل. فعشان الناس بس تبقى فاهمة النقطة دي كويس. بالنسبة للأسعار فيها ارتفاع زي ما قلت لحضراتكم النهاردة. اللي عايز يتابعنا وما يفوتوش حاجة في السوق إن شاء الله، هينزل تحت هيلاقي كلمة اشتراك بالعربي، هيضغط عليها يظهر له الجرس، هيفعل الجرس يبقى كده اشترك في القناة، وكده يوصل له إشعار على الموبايل بتاعه وقت تحميل الفيديو. بالنسبة للأسعار عشان ما نطولش على حضراتكم، أسعار الرز الأبيض العريض على جودة زيت وبخار وسوليتكس، أعلى بضاعة كسر 8 إلى 10%، ب21,200 من أرض المضرب. والرز الأبيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسوليتكس، أعلى بضاعة في السوق من 8 إلى 10% الكسر، ب19,200 من أرض المضرب. ده أسعار الرز الأبيض النهاردة التلات 12/9. بالنسبة لأسعار الشعير، الشعير النهاردة العريض وصل للمضرب ب14,200. شعير عريض وصل للمضرب والتنفيذ من أرضه ب14,000. والأسعار ممكن تختلف أو تزيد على حسب البضاعة أو على حسب المنطقة اللي أنت فيها، 100 أو 200 جنيه. بالنسبة لأسعار الشعير الرفيع، الشعير الرفيع وصل للمضرب ب13,000. والشعير التنفيذ من على أرضه ب12,800. ده تنفيذ الشعير الرفيع اليوم. الأسعار اللي أنا بقولها لحضراتكم أسعار تنفيذية من على أرض الواقع، ملهاش دعوة بأي أسعار تانية بتتقال. ده أسعار بيع وشراء. بالنسبة لأسعار المخلفات، السرسة المطحون ب1100، والكسر الناعم ب12,200، والجونة ب10,000. وبكده يكون عرضنا أسعار الرز الشعير. إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله هنعرض أسعار الذرة والقطن. فتابعني عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.